السلام عليكم. يا رب تكونوا بخير. الكنافة وحشتنا يا جماعة، فقلنا بدل ما نشتريها غالية نعملها في البيت. بسم الله ما شاء الله. عملت صينيتين جمال جدا. الصينيتين دول يا جماعة بنص كيلو كنافة. بسم الله ما شاء الله. هعمل الشربات، انا بحب اعمل شربات كمية والشيله عندي في البيت. انا حطيت 5 كوبايات مية بدي وعليهم 2 كيلو سكر، لان السكر بيبقى يعني السكر قد الميه مرتين. يعني لو حطيتي كوبايتين سكر بتحطي كوبايه ميه للكنافه، كوبايتين سكر عليهم كوبايه ميه للكنافه. أو بسم الله ما شاء الله. هحطهم، ما بقلبش ولا اي حاجه خالص، بسيبهم كده من غير ما اقلب، بحطهم على نار هاديه خالص شمعة كده لحد ما كله يدوب مع بعضه. وبعدين بعد ما تغلي احط عليها الليمون. هعمل القشطه الكدابه للكنافه. حطيت كوبايتين لبن، هحط عليهم معلقه نشا ومعلقه دقيق، معلقه مليانه نشا ومعلقه مليانه دقيق، بس كده. هقلب كل المكونات دي كلها مع بعضيها و... واحطها على النار. مش بحط لها سكر ولا اي حاجة تانية. ممكن احط لها جوز الهند، بقى احط قشطة، احط كريم شانتيه معاها كده. الحاجات الموجودة عندك حطيها، بس هي اساسي بعملها كده. هجيب معلقة قشطة واحطها، معلقة قشطة ديت من وش اللبن. هقلبها كويس كده واحطها على نار يعني يعني هادية، مش نار عالية قوي يعني. هقلبها لحد ما تستوي معايا. واحط لها بقى، حطي بقى الاضافات اللي انت عايزاها. عايزه تحطي فانيليا حطي الاضافات اللي انت عايزاها. انا مش هحط اللي هي معلقه القشطه اللي هي من وش اللبن بس. ممكن تحطي كريم شانتيه لو انت عايزه تدوبيه بردك معاه وتحطيه. اي حاجه، اي منكهات انت عايزه تحطيها حطيها. هحط كل الحاجات بتاعتي دي كلها مع بعضيها واقلب على النار. بسم الله ما شاء الله. ان شاء الله تبقى حلوه وطعمها جميل ان شاء الله. احنا بنحبها، بنفضلها عن اللي هي الكنافة بالقشطة. بنحبها عن الكنافة بالمكسرات يعني وكده. هي مش مكسرات قوي، هي جوز الهند وزبيب، وجوز الهند وزبيب وسوداني. ادي معلقة القشطة هي حطيتها عليها، وهقلبها بردك لحد ما تستوي. بردك بالنسبة للشربات، لو انت عايزة تحطي عليه سكر جلوكوز او عسل جلوكوز، عسل جلوكوز حط لها معلقه. انا ما حطيتش المره دي وطلعت زي الفل، يعني ما فيهاش اي حاجه. اهو بصوا يا جماعه كده، هي جميله بسم الله ما شاء الله. هي كده السمك بتاعها ده حلو ومناسب يعني، عشان هي لسه لما تبرد شويه هت هتحلى يعني هتتقل شويه. وادي الشربات اهوت بيغلى، احط عليه الليمون وخلاص. اسيبه بقى هد عليه النار لحد بعد، يعني بعد 10 دقايق من دلوقتي. وسبت معاهم الليمونة، قلت يلا بسم الله ما شاء الله. السكر ده السكر بتاعنا العادي بتاع التموين. هجيب اللي بقى عشان اعمل الكنافة. جبت يا جماعة ديت يعني ايه حوالي كوباية سمن وعليها حبة زيت. ما تنفعش طبعا بزيت زيتون، زيت ذرة عادي يعني، زيت حلو يعني، زيت يكون ريحته حلوة. مش زيت يكون يعني، لازم تنقي الزيت ريحته حلوة عشان بيأثر على الطعم. معايا هي الكنافة بسم الله ما شاء الله. اقطعها كده، هي ناشفة يعني خفيفة. بسم الله ما شاء الله. يعني الحاجة ما بتهتم بيها وكده بتبقى حلوة ما شاء الله عليها. اهي يا جماعة كده هحط فوقها السمن. وحطيت ده اللي انا بحطه ده سكر عادي الخشن ده. حطيت حوالي معلقتين سكر خشن. همسك بقى الكنافة اشرب بيها السمن لحد كل السمن ما يتشرب في الكنافة. اهو اتعملت. وادي ديت القشطة اهي يا جماعة تقلت زي ما قلت لحضراتكم. دي الصينية اللي انا هعمل فيها الكنافة. ما احطهاش كلها مرة على بعضيها فوق بعضيها كده، لا بفرطها كده عن بعضيها علشان ما تبقاش مكلكعة. لازم تبقى يعني سايبة بعضيها كده يعني. بصوا رصها رص كده. انت حطها في ايدك ونزليها بالواحدة كده رص كده، عشان تبقى الحاجة معاكي حلوة وخدمها كويس، هتطلع كويسة ان شاء الله. هتغطي السطح ده كله.
يعني الرشه بتاعتها ما بتبقاش تقيله، يعني الكنافه تحت ما بتبقاش تقيله قوي، يا دوبك غطي السطح بتاع الكنافه، بتاع الحله، غطي حله ايه، الصينيه، غطي سطح الصينيه اهو. بس بسم الله ما شاء الله حلوه، وبايدك بقى كده مكنيها من مكانها كده هتبقى حلوه ان شاء الله. وخلي بالك الحروف وانت بتعملي كده، علي سنه كده، علي حرف سنه كده، علشان وانت بتحطي القشطه او الكريمه بتاعتها ديت يعني ما تبقاش تيجي عند الحروف وتحرقها لك، واي حته تكون فاضيه كده زوديها. بسم الله ما شاء الله. وسمي الله كده وصلي على الرسول وانت بتعملي عليه افضل الصلاه والسلام. حطي بقى القشطه بتاعتك اهي، حاسبي بقى كده وانت بصوا يا جماعه جميله ازاي. الدقيق مع النشا بيديها قوام فيه مطه كده، وبيديها يعني حاجه كريمي كده جميله جدا. يعني ما تحطيش لا نشا لوحده ولا دقيق لوحده، حطي على الكوبايه معلقه، يا اما نشا يا اما دقيق. اه انت بقى الكميه احنا مش بنحبها ياما، يعني مش كتيره كده تبقى كتله، لا بحبها يعني ايه وسط كده، تبقى حاجه خفيفه كده. برضك وجيبي بقى بقيه الكنافه، حطي الحروف الاول، املي الحروف دي كلها الاول، على اساس برضك ايه وانت بتبططي عليها تسويها كده ال- الكريمه ما تروحش على الحروف فتحرقها منك. اعملي الحاجة بصبر كده هتبقى حلوة ان شاء الله من ايدك، احسن من دي ان شاء الله يعني. بسم الله ما شاء الله. الكنافة يعني إحنا هفت علينا كده قلنا نفسنا في الكنافة، فبدل ما هنروح نشتري واحدة بالشيء الفلاني فاحنا نعملها في البيت. بالتكلفة قد ايه يعني؟ مش هتكلف نص تكلفتها حتى على الاقل يعني، ان لم يكن تلت تكلفتها كمان. والحاجات يا دوبك اشترينا الكنافة من بره، والحاجات الباقية كلها موجودة في البيت اهي. بسم الله ما شاء الله. بصي بقى غطي كل الكريمة دي كلها، غطيها ما تخليش فيها حتة باينة حتى. وبعد ما تسويها بردك لو لقيت حتة باينة حطي تاني، حطي حتة كنافة كمان ت- تداريها يعني علشان ما تتحرقش منك. وسويها قوي يعني بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله تغطيها كده، ولو لقيتي حتة فيها باينة الحشو غطي على الحشو برضه. هي سهلة جميلة ما فيهاش حاجة يعني، ومش بتاخد وقت ولا أي حاجة. بسم الله ما شاء الله. خلاص يا جماعة رمضان جاي يجري اهوت، والكنافة والحاجات الجميلة دي كلها، والبسبوسة والبسيمة وبلح الشام وكله كله جاي يعني. بسم الله ما شاء الله. ابصوا الشربات يا جماعة اهون خلاص كده. وعندي الكنافة هي طلعت، هي مش محروقة، هي محمرة. بسم الله ما شاء الله جميلة هي. هحط عليها بقى الشربات، هي سخنة والشربات سخن. لازم الكنافة تبقى محمرة علشان ما تبقاش طرية ومعجونة، لازم تبقى محمرة من فوق ومن تحت. والشربات بتاع الكنافة تقيل عشان ما تبقاش معجونة. عملت ديت بالمكسرات زي التانية بالظبط، وحشيتها جوز الهند وزبيب وسكر بس. اهي يا جماعة بسم الله ما شاء الله. هي الإضاءة عندنا اللي غامقة، بس هي جميلة بسم الله ما شاء الله حلوة قوي. تقريبا أنا عاملة ظل عليها يعني، بسم الله ما شاء الله والله هتعجبكم لو جربتوها، هتعجبكم إن شاء الله. اهي يا جماعة بصوا بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله حلوة قوي والله. بسم الله ما شاء الله. يلا لو جربتوها تعجبكم ان شاء الله، وبألف هنا وشفا. وديت اللي عملتها بالمكسرات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.